السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم تامر حافظ وأولى حلقات برنامجكم بلاي ميكر. إن شاء الله في بلاي ميكر هنقدم تغطية لأحدث أخبار وأحداث كرة القدم المصرية والعالمية، وإن شاء الله المحتوى اللي نقدمه يليق بحضراتكم ويحوز على إعجابكم بإذن الله تعالى. الحقيقة أنا لما فكرت أعمل المحتوى ده فكرت نبدأ بإيه؟ إيه اللي ممكن نبدأ بيه أول حلقة من حلقات برنامجنا؟ ما لقيتش أفضل من الكرة الأوروبية والكلام عن الكرة في أوروبا، و قلت نرخص مع بعض الميركاتو الاوروبي اللي لسه خلصان من كام يوم، نشوف كده ايه الانديه في اوروبا عملت ايه، وايه اهم الصفقات اللي جابتها، وايه اهم الصفقات اللي خرجت من عندها. فان شاء الله هنلخص مع بعض الميركاتو الصيفي في الكره الاوروبيه. هنبدا طبعا من الدوري الانجليزي البريمير ليج، وهنبدا مع نادي ارسنال كتيبه ارتيتا المدرب الاسباني. واول صفقه دخلت نادي ارسنال هو المدافع الايطالي ريكاردو كالافيوري، اللي تالق في اليورو الاخير، وكان عنده عروض كتير جدا من انديه زي اليوفي زي تشيلسي، ولكن هو اقتنع بمشروع ارتيتا ومشروع ارسنال، وده يدينا انديكيشن او مؤشر قد ايه ارتيتا ناجح مع الارسنال، وبدا مشروعه يجذب لعيبه كبيره في اوروبا. فتعاقد معاه نادي ارسنال من نادي بولونيا الايطالي في صفقه كلفت الارسنال 45 مليون يورو. تاني صفقة جت لأرسنال وهو لاعب خط الوسط الأسباني ميكل مورينو، اللي اشتروه من ريال سوسيداد الأسباني بصفقة كلفتهم 32 مليون يورو. كمان نادي ارسنال فعل بند الشراء في عقد الحارس الاسباني ديفيد رايا، اللي كانوا استعاروه السنه اللي فاتت من برينتفورد، وفعلوا السنه دي بند الشراء بصفقه كلفتهم 32 مليون يورو. كمان نادي ارسنال خطف رحيم ستيرلينج الجناح الانجليزي في اخر ساعات الميركاتو، بل ده خطفوه بعد او تعاقدوا معاه بعد انتهاء الميركاتو في الدوري الانجليزي بساعه، او بعد انتهاء الميركاتو بساعه. وده حصل ازاي؟ رابطه الانديه في بريمير ليج بتسمح لانديه البريمير ليج لو قدمت لها وثائق ومستندات تثبت ان في نيجوشيشن او مفاوضات شغاله مع لاعب ومع نادي، ومحتاجين وقت عشان يخلصوا المفاوضات، بتمهلهم ساعه يخلصوا فيها اجراءاتهم. وده اللي حصل، واستغل البند ده استغله نادي ارسنال، واتم عقد الاعاره مع رحيم ستيرلينج لمده سنه. وبصراحه لو ستيرلينج قدم المستويات اللي كان بيقدمها في المان سيتي هيبقى صفقه مفيده جدا لكتيبه ارتيتا. طيب مين خرج من ارسنال قدام الصفقات دي؟ خرج طبعا لاعبنا المصري محمد النني، اللي عقده انتهى مع ارسنال وما تمش تجديد العقد، وانتقل انتقال مجاني الى نادي الجزيره الاماراتي. كمان خرج لاعب خط الوسط سميث رو، اللي باع الى فولهام في صفقه كلفت فولهام 32 مليون يورو. كمان لاعب خط الوسط البرتغالي فابيو فييرا، اللي كان ارسنال اشتراه من سنتين من بورتو البرتغالي في صفقه كلفتهم ساعتها 35 مليون يورو، بيخرج لنفس النادي بورتو كاعاره لمده سنه. كمان الحارس رامسديل، اللي اتباع الى ساوثهامبتون في صفقه كلفت ساوثهامبتون 25 مليون يورو. وكمان المهاجم نيكيتيا، اللي ارسنال باعه الى كريستال بالاس في صفقه جلبت لارسنال 30 مليون يورو زائد 5 مليون يورو كاضافات. والحقيقه ما كانش حد من اكثر المتفائلين من جمهور ارسنال يتخيل ان ممكن نيكيتيا يجيب الرقم ده، رقم كبير. ونجحت اداره التعاقدات في الارسنال انها تبيع نيكيتيا بيه، ولكن جمهور الارسنال كان بيمني النفس ان بعد خروج نيكيتيا ان يجي مهاجم تاني يبقى مع جيسوس في الجانب الامامي، ولكن ارسنال ما تحركش وما دعمش بيه مهاجم تاني.
ارتيتا اكتفى بجيسوس واكتفى بهافرتز اللي بيحل محل جيسوس وبيعتمد عليه كمهاجم في بعض المباريات. نسيب ارسنال وننتقل الى تشيلسي الانجليزي اللي بقاله سنتين ثلاثه بيبقى اكثر فريق انفاقا في الدوري الانجليزي. استمر في انفاقه هذا الموسم ولكن بعدد اقل من الصفقات. تعاقد معه جواو فيليكس من اتلتيكو مدريد في صفقه كلفته 52 مليون يورو. والحقيقه ان جواو فيليكس مش غريب على نادي تشيلسي، هو كان استعروه لمده 6 شهور في موسم 22-23 وكان لعب معاهم 16 ماتش وسجل 4 اهداف. دلوقتي تعاقدوا معاه تعاقد نهائي وقلنا الصفقة كلفتهم 52 مليون يورو. كمان نادي تشيلسي استعار سانشو من المان يونايتد لمدة موسم، والحقيقه ده لغز كبير بالنسبه لليونايتد، لان اليونايتد كان اتعاقد مع سانشو بمبلغ كبير جدا من 3 سنين، تعاقد معاه ب 85 مليون يورو ساعتها من بروسيا دورتموند، والناس عولت عليه امال كبيره جدا. ولكن مع قدوم إيريك تين هاج قال ان سانشو مش اللاعب المحبذ بالنسبه له ومش اللاعب اللي هينفذ الخطط اللي هو عايزها. خرجوا اعاره السنه اللي فاتت لبروسيا دورتموند 6 شهور، والحقيقه نجح نجاح باهر مع بروسيا دورتموند ووصل معاهم كمان لنهائي الشامبيونز ليج. الناس توقعت طبعا بعد النجاح اللي نجحوا في بروسيا دورتموند ان هو يرجع يلعب اساسي في المان يونايتد، ولكن إيريك تين هاج فاجئ الجميع وخرجوا اعاره. وطبعا استغل الموضوع ده نادي تشيلسي واستعار سانشو لمده عام. كمان تعاقدوا مع لاعب خط الوسط البرتغالي بيدرو نيتو اللي تعاقدوا معاه من ويلفرهامبتون بصفقه كلفتهم 60 مليون يورو. كمان تعاقدوا مع كيرنان هال لاعب خط الوسط الانجليزي من ليستر سيتي في صفقه كلفتهم 30 مليون يورو. قدام كده مين خرج من تشيلسي في هذا الموسم؟ خرج روميرو لوكاكو مهاجم الفريق اللي باع الى نابولي في صفقه كلفت نابولي 30 مليون يورو. كمان قلنا رحيم ستيرلينج اللي خرج في اخر ساعه في الانتقالات اعاره لمده سنه لنادي ارسنال. خرج لاعب خط الوسط جالاجير اللي باع الى اتلتيكو مدريد في صفقه كلفت الاتلتي 42 مليون يورو. كمان حكيم زياش اللي قضى الموسم اللي فات معار الى جالاتا سراي قعدوا انتهوا وما جددوش، فبالتالي جالاتا سراي تعاقد معاه تعاقد نهائي. كمان المدافع البرازيلي تياجو سيلفا اللي خرج صاحب ال 39 عام اللي خرج وراح الرحيل مجاني الى نادي فلومينينسي البرازيلي. الحقيقه مشوار حافل بالبطولات لتياجو سيلفا مع تشيلسي الانجليزي، قضى معاهم 4 سنوات، حصل على تشامبيونز ليج، حصل على كاس السوبر الاوروبي وكمان كاس العالم للانديه. نروح بقى للنادي اللي يهمنا جميعا وهو نادي ليفربول اللي فيه نجمنا المصري طبعا محمد صلاح، اللي كان تحركه في سوق الانتقالات ده تحرك محدود جدا طبعا، لان ارني سلوت المدرب الجديد قال الاول انا هشوف السكواد اللي عندي واشوف احتياجاتي ايه، ولكن لم يتعاقد ليفربول سوى مع صفقتين. هو اول صفقه هو الحارس مامارتشافيلي الحارس الجورجي صاحب ال 23 سنه، تعاقدوا معاه من فالنسيا في صفقه كلفت ليفربول 30 مليون يورو وسابوه سنه اعاره مع فالنسيا. والكلام في انجلترا ان هو كمان السنه الجايه هيتم اعارته الى نادي من انديه البريمير ليج عشان يحل محل أليسون اللي عقده هينتهي في 2027. يعني بعد السنتين دول هيجي بعد ما أليسون يبقى فاضل له سنه في عقده هيتم بقى ان هو يتباع، سواء بقى يرجع البرازيل سواء يحترف في انديه الدوري السعودي. المهم ان ليفربول بدأ يخطط لمرحله ما بعد أليسون بيكر، ان بعد السنتين دي يجي مامارتشافيلي يحل محل أليسون بيكر. وبصراحه تفكير كويس جدا من ليفربول وذكي جدا، لان طبعا عارفين ان مركز حراسه المرمى من المراكز الصعب جدا تدعيمها، فان انت تأمن حارس من دلوقتي وحارس مميز وتجيبه من دلوقتي بسعر دلوقتي وتستهدف ان هو يحل محل أليسون بيكر بعد سنتين، تحرك مهم جدا وذكي جدا من ليفربول. كمان جابوا لاعب خط الوسط الايطالي كييزا اللي اشتروه من اليوفي في صفقه كلفت ليفربول 12 مليون يورو فقط. والحقيقه
صفقة مميزة جدا لليفربول، اللي الصحافة الإيطالية والصحافة الإنجليزية سمتها بالسرقة. يعني كأن ليفربول سرق كييزا من اليوفي، لأنهم اتعاقدوا معاه بتقريبا اقل من نص ثمنه، لان هو ثمن كييزا او سعر كييزا على ترانسفير ماركت 35 مليون يورو، ولكن ليفربول نجح ان هو بس يتعاقد معاه ب 12 مليون يورو. والحقيقه ان هي حتى لو مغامره فهي مغامره محسوبه جدا لليفربول، لان انت ما دفعتش رقم كبير، انت دفعت رقم معقول جدا جدا، وهم بيعولوا ارن سلوت بيعول ان هو يقدر يطلع 100% من كييزا ويستفيد بكل الخبرات بتاعته. طب مين خرج من ليفربول؟ قال لي خرج لاعب البرتغالي، الجناح البرتغالي ولاعب خط الوسط فابيو كارفاليو، اللي باع الى برينتفورد في صفقه كلفت برينتفورد 23.4 مليون يورو. والحقيقه ان ليفربول على قد ما استفادش من فابيو كارفاليو على المستوى الفني، ولكن استفاد منه على المستوى المالي، لان هو كان اشترى من في سنه 2022 من فولهام ب 9.4 مليون يورو، يعني حقق مكسب في فابيو كارفاليو 14 مليون يورو، غير الاعارات اللي تم اعاره فابيو كارفاليو في السنين اللي فاتت. كمان خرج المدافع فاندي بيرج، المدافع الهولندي صاحب ال 22 عام، اتباع لنفس الفريق لبرينتفورد في صفقه كلفت برينتفورد 23.6 مليون يورو. وخرج لاعبين من الشباب على سبيل الاعاره، اللي هم بيبصوا لهم في ليفربول ان هو ممكن يكونوا من مستقبل الفريق. خرج كالفين رامسي الباك اليمين اعاره الى ويجن الانجليزي. كمان خرج بين دوك اللي الناس في ليفربول بتعده ان هو يبقى بديل محمد صلاح او يحل حل محمد صلاح لما محمد صلاح يترك ليفربول، واعاروه الى نادي ميدلسبرا الانجليزي. نسيب الليفربول ونروح للمان يونايتد وكتيبة إيريك تين هاج، اللي كل توقع بعد العام الماضي ان هو يتم اقالته، ولكن ادارة المان يونايتد فاجئت الجميع انها جددت الثقة في إيريك تين هاج، وبالعكس بل اديته كمان ميزانية ضخمة عشان يتعاقد مع لعيبة. وهو ما كدبش خبر، اتعاقد مع مين؟ اتعاقد مع المهاجم زيركيزي اللي اشتروه من بولونيا في صفقة كلفتهم 42.5 مليون يورو. كمان اتعاقد مع المدافع لين يورو اللي كان عنده عروض من انديه كتير جدا وابرزهم ريال مدريد، ولكن فيرنتينو بيريز قال ان هو مش هدفع الرقم اللي عايزينه للفرنسي، رقم كبير، كانوا عايزين رقم يفوق ال 60 مليون يورو. ففلورنتينو بيريز قال لا مش هدفع في مدافع الرقم ده. دخل المان يونايتد خلص دفع ال 62 مليون يورو وحصل على توقيع لين يورو. كمان اتعاقد المان يونايتد مع نصير مزراوي الظهير الايمن او المدافع الايمن من بايرن ميونخ في صفقه كلفته ب 15 مليون يورو. كمان اتعاقدوا مع المدافع الهولندي ماتيوس دي ليخت من نفس الفريق من بايرن ميونخ في صفقه كلفتهم 45 مليون يورو. وفي اخر ايام الانتقالات تعاقد مان يونايتد مع لاعب خط الوسط اوجارتي لاعب بي اس جي او باريس سان جيرمان في صفقه كلفتهم 50 مليون يورو. وبصراحة على قد التعاقدات الكبيرة اللي عملها إيريك تين هاج، الناس كانت منتظرة بقى تأثير هذه الصفقات على نتائج الفريق، ولكن كانت النتائج مخيبة للأمال. هو كسب أول ماتش ضد فولهام 1-0، ولكن خسر تاني ماتش من برايتون 1-2، وخسر الماتش الثالث من ليفربول 0-3. والحقيقة إن بدأت الأقاويل على إيريك تين هاج يعني بينتقدوه جدا في الصحافة الإنجليزية. أولا أول انتقاد اتوجه له إن أنت حولت الفريق إلى أياكس 2، لأن جاب أغلب اللعيبة اللي كانت بتلعب معاه في أياكس، من أول حارس المرمى أونانا للمدافع نصير مزراوي لدي ليخت لمارتينيز للجناح البرازيلي أنتوني. فبصراحة في انجلترا بيتكلموا ان انت حولت مان يونايتد لاياكس 2 وكمان ما حرفتش تحقق بيهم نجاحات كبيرة. وبدأ الكلام ان المشكلة مش في السكواد، المشكلة في إيريك تين هاج نفسه. على الجانب الاخر خرج مين من مان يونايتد في موسم الانتقالات؟ خرج طبعا سانشو اللي قلنا القصة بتاعته، خرج اعارة سنة الى نادي تشيلسي. كمان خرج المدافع
الفرنسي فاران اللي ما تجددش عقده وانتقل انتقال مجاني الى كومو الايطالي. كمان خرج لاعب خط الوسط المغربي سفيان مرابط اللي اعارته انتهت من فيورنتينا وما تمش تجديد الاعاره بتاعته، فرجع تاني الى فيورنتينا الايطالي. كمان خرج لاعب خط الوسط جرين وود اللي باع الى مارسيليا في صفقه كلفت مارسيليا 26 مليون يورو. كمان الباك اليمين وان بيساكا اللي انتقل الى ويست هام في صفقه كلفت ويست هام 17.6 مليون يورو. كمان خرج لاعب خط الوسط ماكتوميناي اللي باع الى نابولي في صفقه كلفت نابولي 30.5 مليون يورو. كمان لاعب خط الوسط التونسي حنبال مكبري اللي انتقل الى بيرني الانجليزي في صفقه كلفت بيرلي 6.4 مليون يورو. كمان في مدافع شاب اسمه وايلي كامبوالا كان خريج اكاديميه المان يونايتد، تم بيعه الى نادي فياريال الاسباني بمبلغ 10 مليون يورو. ونختم كلامنا عن الدوري الانجليزي بالحديث عن بطل الدوري الانجليزي وكتيبة الداهية بيب جوارديولا نادي المان سيتي اللي كان شعاره في الميركاتو الصيفي خير الكلام ما قل ودل. احنا مش محتاجين صفقات كتير، تعاقدوا بس مع صفقتين، كان اولهم الجناح البرازيلي صاحب ال20 عام سافينيو اللي تعاقدوا معاه من تروا الفرنسي في صفقه كلفتهم 25 مليون يورو. وللعلم نادي تروا الفرنسي هو واحد من مجموعه سيتي فوتبول التابعه لمجموعه ابو ظبي المتحده اللي بتملك 11 نادي على مستوى اوروبا واسيا. نذكرهم لحضراتكم: نادي المان سيتي الانجليزي، نيويورك سيتي الامريكي، ميلبورن سيتي الاسترالي، مونتيفيديو سيتي الاورجواياني، جيرونا الاسباني، تروا الفرنسي، سوشوان الصيني، مومباي سيتي الهندي، لوميل البلجيكي، بوليفار البوليفي، واخيرا يوكوهاما مارينوس الياباني. تاني صفقة تعاقد معاها السيتي هي صفقة جوندوجان اللي انتقل انتقال مجاني من برشلونة إلى المان سيتي، والسيتي تعاقد معاه لمدة عام واحد. والحقيقة جوندوجان كان ليه تصريح شهير لما اتسأل ايه شعورك وانت راجع السيتي وبتتدرب تاني تحت ايد جوارديولا، قال لهم انا حاسس ان انا كنت فقير والان اصبحت غني، وده دليل على مدى سعادته برجوعه الى المان سيتي والتدرب من جديد تحت ايد بيب جوارديولا. مين خرج من السيتي في المقابل؟ خرج المهاجم الارجنتيني جوليان الفاريز اللي اتباع الى اتلتيكو مدريد في صفقة كلفت الاتليتي 75 مليون يورو. كمان خرج الباك اليمين كانسيلو اللي اتباع للهلال السعودي في صفقة كلفتهم 25 مليون يورو. كمان خرج تايلور باليس اللي اتباع لساوثهامبتون بصفقه كلفتهم 23 مليون يورو. والحقيقه تايلور باليس كان معار لساوثهامبتون في العام الماضي ولعب معاهم 40 مباراه وساعدهم في الصعود الى البريمير ليج، وعشان كده اتعاقدوا معاه بعقد نهائي. نسيب بقى الدوري الانجليزي ونروح للليجا والدوري الاسباني، وطبعا هنبدا بعملاقي الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونه. خلونا نبدا مع ريال مدريد اللي جاب صفقه مدويه هي صفقه هذا الموسم، وهو الفرنسي كيليان امبابي من باريس سان جيرمان في صفقه بيحاول فلورنتينو بيريز انه يخلصها على مدار ال3 سنين الماضيين، ولكن السنه دي حقق امنيته وتعاقد مع المهاجم الكبير كيليان امبابي في صفقة انتقال مجاني من باريس سان جيرمان. كمان وصل البرازيلي انريك اللي اشتروه من بالميراس ب 47 مليون يورو. وقصاد كده مين اللي خرج من ريال مدريد؟ خرج لاعب ناتشو المدافع اللي انتقل انتقال مجاني الى القادسية السعودي. كمان خرج خوسيلو المهاجم اللي ساعدهم في وصول لنهائي دوري ابطال اوروبا الموسم اللي فات لما سجل هدفين قدام بايرن ميونخ وتألق في هذه المباراة. خرج الى الغرافة القطري في صفقة كلفت الغرافة 1.5 مليون يورو. وكمان اعتزل توني كروس، ودي صفقة مش بس احزنت جماهير ريال مدريد ولكن احزنت محبي كرة القدم في العالم، لان توني كروس كان مش مجرد لاعب، كان فنان او رسام في وسط الملعب، ولكن هو اختار ان هو يترك الملاعب وهو في التوب فورم او في اعلى مستوى ليه. ننتقل بعد كده الى كتيبة برشلونة اللي برضو ما عملش ميركاتو كبير. هذا الميركاتو تعاقد مع لاعب خط الوسط الاسباني
داني اولمو اللي اشتروه من لايبزيج في صفقة كلفتهم 55 مليون يورو. كمان اتعاقدوا مع المهاجم الاسباني باو فيكتور اللي اتعاقدوا معاه من جيرونا في صفقة كلفتهم 2.7 مليون يورو. خرج من برشلونة، خرج الباك الشمال ماركوس الونسو اللي كانوا اتعاقدوا معاه من تشيلسي، خرج انتقال مجاني الى نادي سالتا فيجو. كمان خرج سيرجيو روبرتو اللي انتقل انتقال مجاني الى كومو الايطالي. كمان قلنا ان جاندوجان خرج انتقال مجاني الى المان سيتي، زي ما اعاره لونجلي اعاره الى اتليكو مدريد. بعد كده ننتقل لاتليكو مدريد اللي عمل ميركاتو قوي جدا هذا الموسم. تعاقد مع المهاجم الارجنتيني جوليان الفاريز من المان سيتي في صفقة كلفتهم 75 مليون يورو. كمان اتعاقد مع لاعب المدافع الاسباني روبن لونورماند اللي اشتروه من ريال سوسيداد في صفقة كلفتهم 34 مليون يورو. الحقيقة ان روبن لونورماند تألق مع منتخب اسبانيا في اليورو الاخير ولعب معاهم 6 ماتشات من ال7 ماتشات اللي لعبتها اسبانيا. كمان اتعاقد الاتليتي مع الكسندر سوروس المهاجم من فيا ريال ب 32 مليون يورو، وهو كان تاني هدافي الليجا العام الماضي. كمان اتعاقدوا مع لاعب خط الوسط جراجير من تشيلسي في صفقة كلفتهم 42 مليون يورو. تعالوا نشوف مين خرج من اتلتيكو مدريد مقابل هذه الصفقات. خرج جواو فيليكس اللي تم بيعه الى تشيلسي في صفقه كلفت تشيلسي 52 مليون يورو. كمان خرج الفارو موراتا اللي باع الى الميلان في صفقه كلفت ميلان 13 مليون يورو. كمان ممفيس ديباي اللي عقده انتهى وما تمش تجديد ليه، ولغايه كام يوم كان بدون نادي، ولكن دلوقتي هو في مفاوضات وبيخلص اجراءات انتقاله الى احد انديه الدوري البرازيلي. كمان المدافع هيرموسو اللي انتهى عقده وانتقل انتقال مجاني الى روما الايطالي. نسيب الدوري الاسباني وننتقل الى الكالتشو او الدوري الايطالي، ونبدا مع نادي اليوفي اللي تعاقد اول تعاقد حصل هو دوغلاس لويز اللي تعاقدوا معاه من استون فيلا في صفقه كلفتهم 51 مليون يورو. وتاني تعاقد هو كيفرن تورام لاعب خط الوسط الفرنسي اللي اشتروه من نيس ب 20 مليون يورو. ونفتكر كلنا كيفرن تورام اللي كان يورجن كلوب بيفاوضه العام الماضي ولكن الصفقه ما تمتش. دخل تياجو موتا المدرب الجديد لليوفي، تعاقد معاه ب 20 مليون يورو. كمان اتعاقدوا مع كوبي ماينرز من اتلانتا ب 54 مليون يورو لاعب خط الوسط. والحقيقه ان تياجو موتا فاجئ الجميع بسلسله استغناءات كبيره، وفي لعيبه كتير قال ان انا مش محتاجهم معايا في اليوفي ومش ضمن المشروع بتاعي. كان ابرزهم طبعا كيزا اللي انتقل الى ليفربول ب 12 مليون يورو. كمان ادريان رابيو لاعب خط الوسط اللي انتهى عقده وصاحب ال 29 عام اللي انتهى عقده ولغايه دلوقتي لسه بدون نادي. كمان تشيزني الحارس العملاق اللي اعتزل عند عمر ال 34 عام بعد ما تياجو موتا قال له انت مش ضمن الخطط بتاعتي وتقدر تتحرك في اي فريق. والحقيقه ان تشيزني فاجئ الجميع بقرار اعتزاله لانه هو كان متاح ليه ان هو ينتقل الى احد انديه الدوري الايطالي، الدوري الانجليزي، او حتى انديه السعوديه، ولكن هو قرر يكتفي بالفتره اللي قضاها مع اليوفي من 2017. قضى معاهم 252 مباراه، حقق معاهم القاب كتير، 3 مرات الدوري الايطالي، 3 مرات الكاس الايطالي، 2 كاس سوبر الايطالي. ولكن هو اكتفى بهذه المسيره وقال ان انا هكرس وقتي اللي فاضل لعيلتي وهقضي معاهم وقت اكبر. مكملين مع الدوري الايطالي وننتقل الى نادي اخر وهو نادي نابولي اللي عمل ميركاتو قوي برضو. تعاقد مع روميرو لوكاكو من نادي تشيلسي الانجليزي في صفقه كلفتهم 30 مليون يورو. كمان تعاقد مع ماكتوموناي لاعب خط الوسط من المان يونايتد، صفقه كلفتهم 30 مليون يورو. كمان تعاقد مع الجناح البرازيلي ديفيد نيريز من بنفيكا في صفقه كلفت نابولي 28 مليون يورو. ابرز اللعيبه اللي غادرت نابولي هذا الموسم وهو المهاجم النيجيري اوسيمان اللي الحقيقه يعني فاجئ الجميع بانتقاله الى
جالاتا سراي بعد ما قال لنابولي انا مش هجدد العقد وهبتدي اشوف العروض اللي عندي. جاله عرض من تشيلسي ما كملش، جاله عرض من اهلي جده برضو ما كملش. انتهت الميركاتو في اوروبا، رجع تاني نابولي قالوا له انت مالكش مكان، احنا اوريدي تعاقدنا مع روميرو لوكاكو وهو يبقى مهاجم الفريق. فاضطر اوسيمان يشوف ايه الاسواق اللي لسه مفتوحه. استغل الوضع طبعا الداهيه جوزيه مورينيو مدرب جالاتا سراي، قدم عرض الى اوسيمان وخدوا اعاره لمده موسم. ننتقل الى الدوري الالماني البوندسليغا ونبدا من العملاق البافاري بايرن ميونخ ومدربه الجديد كومباني اللي تعاقد اول تعاقد مع مايكل اوليسي الجناح من كريستال بالاس في صفقه كلفتهم 53 مليون يورو. كمان اتعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي بالينيا من فولهام في صفقه كلفتهم 51 مليون يورو. طبعا دي مش جديده، هم كانوا السنه اللي فاتت بيحاولوا يتعاقدوا مع بالينيا ولكن ما كملتش واصروا عليه السنه دي وتم التعاقد معه. كمان تم التعاقد مع المدافع الياباني هيروكي ايتو من شتوتجارت الالماني في صفقه كلفتهم 23 مليون يورو. كمان اتعاقدوا مع المدافع الانجليزي إيريك داير في صفقة انتقال مجاني من توتنهام الانجليزي. طيب مين بقى استغنى عنه كامباني وخرج من كتيبة البافاري؟ خرج تشوبو موتينج اللي عقده انتهى مهاجم الفريق وما تمش تجديد ليه. كمان بوناسار عقده انتهى وما تمش التجديد ليه. كمان لاعب خط الوسط الامريكي تيليمان اللي تم بيعه الى بي اس في ايندهوفن ب 12 مليون يورو بعد ما كان معار ليهم السنه اللي فاتت، اشتروه السنه دي بمبلغ 12 مليون يورو. كمان قلنا ان ناصير مزراوي انتقل الى المان يونايتد ب 15 مليون يورو. ماتيس دي ليخت المدافع اللي انتقل لنفس الفريق مان يونايتد ب 45 مليون يورو. ونختم مع حضراتكم مع الدوري الفرنسي وعملاق الدوري الفرنسي البي اس جي او باريس سان جيرمان واللي بيبدا حقبه ما بعد كيليان امبابي. تعاقد لويس انريكي مع الجناح او لاعب خط الوسط البرتغالي جواو نيفيز من بنفيكا ب 60 مليون يورو. كمان اتعاقد مع اللاعب خط الوسط الفرنسي والجناح الفرنسي ديزيري دوي، اتعاقد معاه من رين الفرنسي في صفقه كلفتهم 50 مليون يورو. كمان اتعاقد مع المدافع الاكوادوري الشاب ويليام باتشو صفقه من انتراخت فرانكفورت الالماني في صفقه كلفتهم 40 مليون يورو. طبعا ابرز الخارجين او الناس اللي خرجت من نادي البي جي هو المهاجم العظيم الفرنسي كيليان امبابي اللي انتقل انتقال مجاني الى ريال مدريد الاسباني. كمان خرج كورزوا الباك الشمال الفرنسي اللي عقده انتهى وما تمش التجديد ليه، زي كيلور نافاس الحارس المرمى صاحب ال 37 عام برضه عقده انتهى وما تمش التجديد ليه. واخيرا ريناتو سانشيز لاعب خط الوسط البرتغالي اللي تم اعارته الموسم الماضي الى روما الايطالي بعد ما رجع باريس سان جيرمان تم اعارته تاني الى بنفيكا اعاره لمده سنه. وبكده نكون لخصنا لحضراتكم كل اللي حصل في الميركاتو الصيفي الاوروبي. يا رب يكون المحتوى عجب حضراتكم، ولو ده حصل يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك للفيديو والشير عشان يوصل لاكبر كم من الناس. وان شاء الله لو في اي تعليق تذكروا لنا في التعليقات وان شاء الله ناخد التعليقات بعين الاعتبار. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.